السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتفع سعر اللحوم في الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، والله يكون في عون جميع الفقراء. فلا نملك سوى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الارتفاع اللي ما خلى حتى شي حاجة، كل شيء غلا. الله يرحمنا ويغنينا بفضله عمن سواه. فحسب ما جاء في مصدر موثوق، يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق الوطنية حسب توقعات المهنيين، بعدما تجاوز ثمن الكيلو جرام الواحد 100 درهم. ولذلك تم توقيع اتفاقيات لاستيراد قطعان الأبقار المعدة للذبح من دول أمريكا اللاتينية، اللي تم إعفائها من الرسوم الاستيراد وكذلك من شرط الوزن. وهناك العديد من الأبقار في طريقها الآن إلى المغرب، مما سيوفر اللحوم للبيع، وسيؤثر ذلك لا محالة على عودة اللحوم إلى ثمنها الأصلي ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله، أي بحوالي 10 أيام، حيث ستأتي بواخر محملة كما قلنا بالأبقار من البرازيل والأوروغواي، وهو ما سيسهم في وقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث سيستقبل المغرب حوالي 30 ألف رأس من الأبقار ما بين 9 و10 فبراير. وجاء استيراد هذه الكمية من الأبقار بعد إلغاء الحكومة مؤخرا شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تسهيل عملية توفير الحيوانات الموجهة للذبح لتزويد السوق الوطنية، إذ أن شرط تحديد وزن الأبقار في 550 كيلوغرام على الأكثر كان يصعب كثيرا على المستوردين، ولولا تدخل الوزارة وصل سعر اللحوم إلى 150 درهما في الشهر الفضيل حسب توقعات المهنيين.